السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده جايلكم بقى في فيديو جديد. كل اطفالنا وكل اولادنا هيحبوه قوي. اللي هي ايه، هعملهم بقى زبادي بطعم الفراولة او بطعم الفواكه عامة، اللي هي زبادي المغلفة يا جماعة، اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت. انا قلت بقى ما اعملهم في البيت بدل ما نروح نشتريها، مكة بتعوز على طول. قلت انا هعملهم في البيت بدل ما نروح نشتريها كل شوية من بره وبتبقى غالية جدا. السر بقى من اسرارها زي بتاعه السوبر ماركت بالظبط، اللي هي هنجيب ايس كريم ايس كريم بقى اي طعم انت بتحبيه. بقى انا حبيت طعم الفراوله، انت ممكن تستعملي بقى اي طعم تاني انت عايزاه. ومعايا زبديه بلدي، ومعايا حوالي انا هعمل لتر من اللبن، يعني حوالي كيلو من اللبن. والخلاط طبعا هعملها في الخلاط. ده لبن أنا طبعا غليه كويس جدا، وسبته بقى لما برد. طبعا تيجي تستعملي الزبادي تكون الزبادي زي دمعة العين كده، يعني يعني تحاولي تجسها كده تشوفيها اذا كانت تستحمل الحرارة بتاعتها. لو هي استحملتها تعرف اللي هي ايه، هي كده كويسة، يعني هي لا سخنة ولا باردة. خلاص هنحط لها بقى سكر. طبعا الزبادي العادية يعني زي ما انت تعملي زبادي سادة عادية ما بتحطهاش سكر يعني ايه، ربع معلقة سكر. انما انا طالما هعملها بالفواكه وكده فهحط لها سكر، يعني هحط حوالي معلقتين من السكر كبار او 3، حسب بقى كمية اللبن وحسب ما انت عايزاه. يعني ما تسكرهاش قوي، تبقى السكر الوسط. انا حطيت لها 3 معالق سكر حلوين قوي. واحط لها بقى الزبدية، هقلب الزبدة برضو فيها. وبعدين هعملها في الخلاط بقى ايه، على مرتين، لان لسه هحط كمان كيس الايس كريم بالفراولة، فكمية هتزيد معايا. فمش هعرف اللي انا هعملها في مرة واحدة. طبعا الخلاط مش هتنفع مرة واحدة، فانا هعمل على مرتين. طبعا شلت الوش بتاع الزبدية واقوم حاطة بقى الزبدية كلها. طبعا كمية اللبن يعني لتر من اللبن يعني كمية حلوة، تحط الزبدية كلها زي ما انت شايفة اهو. فهقلب بقى الزبدة في اللبن وبعدين هحطها في الخلاط. طبعا انت ممكن تقلبيها كويس جدا زي ما هو كده في الحلة، وتدوبيها كويس جدا الزبدية مع اللبن مع السكر، وتقومي ايه يعني عاملاها من غير ما تحطها في الخلاط، يعني زي ما انت عايزه. بس انا بعملها في الخلاط، كل حاجه بتدوب معايا وبتتماسك، بتطلع معايا بنتيجه احلى، يعني تلاقي الزبده متماسكه وجميله معاكي زي ما هتشوفي معايا ان شاء الله في نهايه الفيديو. فانا هحط بقى زي ما قلت لكم كميه اللبن، هظبط الخلاط عشان ايه، لما انا احط الايس كريم كمان الخلاط ما يسيلش معايا ويبوظ لي يعني الرخامه والدنيا كلها. انا جيت بصراحه احط كميه، فلقيت الخلاط هيبهدل لي الدنيا، فقسمته على ايه، على مرحلتين. هحط بقى كيس الايس كريم، هحطه بقى في الخلاط اهو. طبعا مكه كانت قاعده جنبي على الرخامه زي ما انتم شايفين، كانت قاعده ايه تساعدني وقاعده تعمل بقى ايه معايا وكده. كانت فرحانه قوي ان انا هعمل لها زبادي بالايس كريم، زبادي يعني قصدي بالفراوله. لان بتطلبها مني على طول يعني بنشتريها على طول من السوبر ماركت، فبقت غاليه جدا. وكمان ايه يعني بتروحي تجيبي الزبديه اصلا مفيش فيها الا معلقه وغاليه. فانا قلت ما انا على ايه، ما انا اعملها في البيت احسن بدل ما اروح اشتريها من بره. والاولاد كلهم حباها بصراحه، البيت كله كان يعني بصراحه قال لا اكيد يعني دي احلى من اللي بنشتريها كمان. لا طبعا انت عارف حاجه نضيفه عاملاها ازاي. دي بقى كوبايات، انا كان عندي كوبايات الزبادي بس طبعا نصهم اتكسروا. قاعده اشتري بقى ايه كوبايات تانية عشان رمضان جاي ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص قرب يعني. فحطيت بقى ايه اللي عندي 3 كوبايات من الزبادي اللي هي بتاعت مكنه الزبادي بتاعتي. والباقي بقى كوبايات عاديه. عملت بقى زي ما قلت لكم اللبن على مرتين، وعامل معايا الكميه اللي انتوا شايفينها دي. لتر من اللبن عامل معايا الكميه اللي انتوا شايفينها دي كام كوبايه دول. هتكوي بقى صينيه، تكوني مسخنه الكتل او تحطي ميه على النار مثلا تسخنيها قوي. وبعدين تيجي بقى الكوبايات تحطيها ايه في الصينيه دي. طبعا لو انت عايز تعمليها في مكنه الزبادي اعمليها براحتك زي ما انت عايز. انا عندي مكنه الزبادي بصراحه، بس انا هي عندي بس بتطول شويه. انما الطريقه ديت بعملها في الفرن بوتاجاز، بسخن الفرن جامد جدا، وبعدين بقوم طافياه، واقوم عامله الميه زي ما انتم شايفين كده في الصينيه مسخناها، وحطها ايه في الفرن. بعد ما اطفي الفرن من تحت بقوم طافيه الفرن وحطها في البوتاجاز على الشبكه. الطريقه دي يا جماعه جميله قوي، واحسن من المكنه كمان. بتطلع متماسكه وجميله. وزي ما انتم شايفين اهو، طبعا كانت عملتها خلاص، وطبعا سبتها لما بردت وحطيتها في التلاجة.
يعني تقعد شويه. دي النتيجه في الاخر يا جماعه. شوفوا بقى، وشوفوا يعني انا بقلبها لكم، ما بتقعش ولا اي حاجه خالص. شوفوا عامله ازاي. جميله يا جماعه، جربوها تحفه. والله ما خدش مني 10 دقايق، وعايز اقول لكم قعدت يعني حوالي ساعه في الفرن. ساعه ايه، اقل من ساعه والله، 3/4 ساعه في الفرن بوتاجاز. وما شاء الله اللهم بارك، طالعه تحفه، طعمها خرافه. جربيها لاولادك بدل ما تشتريها بالغلا، ورمضان داخل علينا كمان. وتعملي بدل ما تعمليها زي بقى ساده عاديه، اعمليها لهم بالفواكه. ممكن تعملي اي بقى طعم انت عايزاه، فراوله، مانجا، خوخ، اي بقى طعم اللي بتحبيه. جربوا الوصفه يا جماعه، وقولي في الكومنتات ايه رايكم بقى في الزبادي بتاعتي. هقولكم كمان ايه، بصوا معلقه اهي كنت بوريها متماسكه وحلوه ازاي. اكتبوا بقى كومنت حلو منكم كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم تستفادوا منه. وما تنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا كنت بقولك يعني اللي هي ايه، تمام وحلوه. والطعم بصوا جنان تحفه. يعني انا بقول لكم انا جربتها وبقول لكم، يعني لو انا شايفه اللي هي مش حلوه هقول لكم مش حلو. بس بصراحه الايس كريم ده طلع فعلا طلع معايا بنتيجه كويسه. يلا مع السلامه بقى، واقول لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.